السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة فتة العيد، من أول سلق اللحمة لحد تحضير الفتة. العيد الكبير يعني فتة، بس مش أي فتة. هقولك ازاي تطلعيها زي الكتاب ما بيقول. اللحمة والرز والصلصة والعيش المحمص اللي طعمه تحفة. هقولك على أسرار يمكن أول مرة تشوفيها وأول مرة تعرفيها، بس يا ريت لو أول مرة تشوف القناة بتاعتي دخلتي على الفيديو تكملي معايا الفيديو للآخر. طبعا معانا اللحمة بتاعتك وأي قطعية انت قطعها من اللحمة، سواء من الرقبة أو لحمة الموزة، أي قطعية معاكي تغسليها كويس خالص، وتحطي لها ملح وليمون لحد ما تنزل كل حاجة فيها مش كويسة. حابة تشوحيها الأول معلقتين سمنة بلدي وبعدين تسلقيها براحتك خالص. حابة تحطيها كده في الشوربة وهي كده كده هتتحمر بعد ما تستوي. حطيت اللحمة زي ما انتوا شايفين، ولازم طبعا المية بتاعت اللحمة تكون بتغلي عشان ما تطلعش معانا أي زفارة، وعشان تخلي برضو ريحة اللحمة حلوة. ما تحطيش برضو كمية مية كتيرة عشان ما تدلكش على البوتاجاز وتبهدلك الدنيا، يعني على حسب ما تغطي اللحمة بتاعتك. نزلت ببصلاية كده وطماطماية شرخام في النص، وعلى الشوربة طبعا حطيت ورق لورا وحبهان وخمس كده حبايات من الفلفل الاسود. وكده خلاص الشوربة بتاعتي بقت جاهزة. تاخد غلوتين كده وعلى نار عالية، وبعدين هتهدي عليها النار عشان تستوي براحتها. حطيت طاسة على النار، حطيت فيها معلقة أو معلقتين من الزيت. أنا كده في المرحلة دي أحضر الصلصة بتاعت الفتة. حطيت معلقتين، يعني معلقة كده من التوم، سواء توم فريش أو توم مفروم انتي حاطاه في الفريزر هتستخدميه. بس أنا برضو في الوقت ده عاملة كمية صلصة كتيرة، بس أنا مش هاخدها كلها. حطيت زي ما قلت لكم كده معلقة من التوم زي ما انتوا شايفين. هتقلبيهم كويس، احنا مش عايزين التوم في المرحلة دي يوصل لمرحلة الغمجان عشان ما يمررش معاكي، يعني يدوب كده ياخد لون بسيط، وتروحي ضايفة باقي الإضافات عليه. وبتراعي طبعا انت تقلبيه على طول عشان ما يتحرقش منك. بعد خلاص ما يغير لونه هتنزلي باربع معالق من الخل. ريحة التومة بعد ما حطيت لها الخل بصراحة تحفة. نزلت عليها بعصير الطماطم، طبعا لازم الطماطم تكون مصفية عشان ما يبقاش فيها اي تفل. بأي مصفية كده وتبدأ تنزلي الطماطم بتاعتك. طبعا واحنا الطماطم عايزينها تتسبك خالص، مش عايزينها خفيفة او محدقة عشان ما تبانش طعمها في الفتة. يعني لازم تخليها يعني وقت كبير على النار لحد ما تبصي كده فيها تلاقيها خلاص اتسبكت، وتضوبيها تلاقي طعمها بقى حلو مش طعم حادق. هنزل باقي الاضافات بتاعتي، معلقة من الكزبرة ومعلقة من الفلفل الاسود ومرقة من الدجاج. طبعا مرقة من الدجاج دي اختياري، عايزة تحطيها حطيها، عايزة تستغني عنها استغني عنها، بس بصراحة بتدي طعم ريحة للصلصة. دي الاضافات بتاعتنا، ولسه كمان هنضيف اضافات تاني. الصلصة مكملة معانا على النار، مش هطفي عليها خالص دلوقتي لحد ما تستوي وتتخن معانا. وانت برضو هتحطيها على البوتاجاز، مش هتقلبي فيها على طول، انت كده كده شغالة جنبيها، فكل كده دقيقة او دقيقتين، ليها دقيقتين على النار. نزلت بمعلقة من السكر عشان يتعادل الحموضة بتاعت الطماطم وتخليها خفيفة على المعدة وما تحرقش المعدة. حطيت طاسة تانية على النار، طبعا الطاسة تكون نظيفة وتكون حلوة كده ومغسولة. هننزل بمعلقتين من الزيت، وبرضو التوم مكمل معانا لاخر الفيديو النهاردة عشان هو برضو عامل رئيسي في الوصفة بتاعتنا. وزي ما قلت لك برضو توم فريش او توم مجمدة كله ينفع. انا بقى هطش على الشوربة عشان تطلع ريحتها القمر. حطيت التوم ولما لونه غير كده للون الاصفر نزلت عليه بمعلقة من الكزبرة الناشفة. طبعا في الطشه هخلي لون الطشه يبقى احمر، ما ينفعش اطش على الشوربه والتومه بتاعتنا تكون بيضه او صفرة، لازم التومه تكون حمراء عشان ريحتها تبان في الشوربه. وكده خلاص بعد ما التومه بتاعتها لونها بقى قمر، نزلت على الشوربه العسل اللي طعمها زي العسل. خدت كوبشتين كده من الشوربه ونزلت عليهم بالتومه المتبقيه معايا عشان احطها في الشوربه. الله على الريحه، الله على الريحه بجد، الريحه بصراحه والطعم رهيب. وبكده خلاص الشوربة بتاعتنا التحفة والصلصة بتاعتنا القمر خلاص بقوا جاهزين. خلاص هبدأ احط الرز. كده حلة على النار تكون قمر كده ونظيفة وحلوة، هتحطيها وتنزلي ب3 معالق من الزيت، ولازم الزيت برضو يكون نظيف عشان يطلع معاكي الحاجة حلوة.
نزلت عليهم بكمية الرز اللي انت هتعمليها. طبعا كمية الرز دي على حسب استهلاكك انت وعلى حسب عدد افراد اسرتك. انا كنت في الوقت ده عاملة كيلو من الرز، ممكن تعملي نص كيلو او ربع كيلو على حسب طبعا استهلاكك. تشوحيه كويس خالص بس ما يوصلش لدرجة ان هو يتحمر، يا دوب كده بس لونه يغير. احنا عايزين طبعا رز الفتة هيكون ابيض ما يكونش احمر. هتنزلي بعد ما ياخد كده حوالي معاكي 4 دقايق على النار مع التقليب المستمر. هتنزلي عليه بكمية الشوربة، ممكن تحطي نص الكمية شوربة والنص التاني مية. انا حطيت كده نص الكمية شوربة والنص التاني مية، وانتي قادرة برضو تحطي كل الكمية شوربة. هياخد معاكي غلوتين على النار، على نار عالية، وبعد كده هتهدي النار عليه خالص يا دوب كده شمعة. وكل شوية كده برضو تشوفيه بالمعلقة، لو لقيتيه عايز شوربة تاني ممكن تحطوله بشوية القليلين. في الوقت ده طبعا ظبطت الملح بتاعه وانزل. هتقلبيه كده تقلبتين وهتهدي عليه النار خالص وهتغطيه وهتسيبيه يستوي براحته. طبعا كل شوية هتشوفيه. كده خلاص الرز بتاعنا خلصنا منه، وخلاص كده خلصته. هنحمر اللحمة. طبعا اللحمة استوت على الاخر وبقت زي العسل زي ما انتوا شايفين، وطعمها تحفة. شربت من الحاجات والبهارات والحاجات كلها الحلوة اللي احنا حطيناها، بصراحة طعمها رهيب. هتحطيها طبعا، هتحطي معلقة من السمنة البلدي او الزيت، اي حاجة كده متوفرة معاكي هتحطيها تحمري بيها اللحمة بتاعتنا. بصوا اللهم صل على النبي. وممكن برضو تحطي بعد ما اللحمة تاخد معاكي تشويحة ولونها يبقى احمر، هتحطي عليها معلقتين من الصلصة اللي احنا عملناها، بس في الاخر بعد ما تخلصيها خالص وتتحمر وتبقى حمرة كده ومقرمشة زي العسل، هتنزلي عليها بمعلقتين من الصلصة. وزي ما بقولك برضو اللحمة بتاعتك زي ما انتي عايزة تستخدمي لحمة. ممكن برضو الوصفة دي تنفع مع اللحمة المستوردة، مش لازم برضو تكون لحمة بلدي بس. يعني اي لحمة معاك متواجدة هتنفع في الوصفة بتاعتنا النهاردة. انا ما حطيتش عليها اي حاجة خالص دلوقتي، بس هي متحيجة وطعمها حلو والملح بتاعها مظبوط. مش هنزل بس عليها غير بنص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الكزبرة الناشف بس في الوقت ده. بعد كده هتجيب السرفيز بتاعك وهتبدأ تحط فيه العيش. العيش ده انا مقطعاه، هتقطعيه سواء بالسكينة او بالمقص. معاكي عيش بلدي، معاكي عيش شامي او العيش الشمسي بتاعنا بتاع الفلاحين، اي حاجة معاك متواجدة تنفع. هتقطعيه بالمقص او بالسكينة. طاسة ألمونيا وهتبدأ تحط فيها العيش بتاعك، تحطيه على الفرن والنار هتكون عالية، وكل 5 دقايق كل 3 دقايق هتقلبيه. طريقة تانية هقولك، هتحطيه في طاسة ألمونيا وتحطي حوالي معلقتين من السمنة البلدي وهتقلبيه على عين البوتاجاز لحد ما يتقرمش معاكي ويوصل للمرحلة دي. نزلت عليه بحوالي 3 كوبش بس من الشوربة، أنا مش عايزاه يعجن، أنا عايزاه بس يلين بس. تلات كوبش كده أو كوبشتين من الشوربة، بحيث إن كل حتة من العيش تتغلف بالشوربة. كده خلاص تمام. حطيت له كمية الشوربة المناسبة ليه، يعني ما شوربة كده تعوميه هيعدل معاك. هتحطي كمية الرز اللي انتوا تستخدموها او اللي انتوا هتاكلوها على حسب طبعا على عدد افراد اسرتك. وتحاولي طبعا انك انت تسويه وتخلي كل اجزاء السرفيز بتاعك او الطبق اللي انت حاطه فيه زي بعضيه، يعني ما تخليش كده حتة عالية وحتة واطية عشان المنظر مش اكتر. مش لازم برضو عشان التصوير ان الواحد يعمل الحاجة حلوة. انت المفروض اي ست بيت او اي ام تعمل احلى حاجة لاولادها. ربنا يخلي امهاتنا يا رب، وخلينا لاولادنا ونعمل لهم احلى حاجة ان شاء الله. وادي بشكل الصلصة ما شاء الله اللهم بارك، بعد ما خلاص استوت واخدت الشكل النهائي على النار. شايفين المنظر والشكل عامل ازاي ولا الريحة؟ هتحطي كمية الصلصة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط من الحواف كده. اهم حاجة كده لو لسه مكملة معايا الفيديو للاخر ما تنسيش اللايك وتصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنحط الصلصة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، وهنحط كمية اللحمة في النص. انا طبعا حطيت كده في اللحمة وهي بتتشوح، حطيت معلقتين من الصلصة عشان تطعمها، ادتها طعم وريحة فظيعة.
قادرة برضو بعد ما ترص اللحمة في النص تحط معلقة من الصلصة عليها، مش عايزة خلاص، وترشي كده حتة من الفلفل الاسود هتديها طعم حلو. الله على الريحة والطعم، بصراحة يعني تحفة فنية زي ما انتوا شايفين. الأم بتعمل الحاجة لعيالها بقلبها مش بإيدها. اللهم صل على النبي. بصوا مفيش كلام بعد كده. ربنا يحسن بين ايدينا وبين ايديكم. وبكده فيديو الفتة القمر التحفة ده يكون خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد من عندي هنا في القناة، يوصلك اشعار ان انا نزلت فيديو، عشان كده تسمعي ان شاء الله كده وتشاركيه لكل حبايبنا. وما تنسيش اللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات تانية احلى واحلى باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.